خليني احكي لكم قصه صغيره. وانا في الجامعه عاده كنت بخرج انا واصحابي من الكليه، عندنا ميتينجز. بنلاقي دايما ان الارخص بالنسبه لنا نروح نقعد في ماكدونالدز عن ان احنا نروح نحجز كوركينج سبيس. كنا بنروح على طول نطلب فرايداي، اسمه فرايداي ولا ساندي؟ ساندي. ونقعد ناكله ونخلص الميتنج ونروح. لو رحنا لقينا ماكدونالدز زحمه وجنب ماكدونالدز العبد بيعمل ايس كريم تحفه مثلا، وجنب العبد بيتزا هات، تفتكروا كنا بنروح نقعد فين؟ بس انا كنت هاكل ايس كريم. العبد ما كانش عنده قعده زمان. نرجع بقى تاني، هو انا واصحابي كنا عايزين ايه؟ عايزين مكان نقعد فيه بنفس البادجت بتاعت ان احنا نقعد في كوركينج سبيس. فالحقيقه لما رحت ماكدونالدز انا مش رايح اجيب ايس كريم او ميلك شيك او تفر، انا رايح اقعد في مكان مناسب ان اقعد انا واصحابي بتوع الجامعه نتكلم من غير ما حد يضايقنا وما ندفعش فلوس كتير. فلما رحت ما لقيتهوش. الاوبشن التاني، انا برضو لسه عايز سناك، عايز اكل حاجه وانا قاعد، فاروح اكل بيتزا، ماشي بيتزا هات قشطه. كان ممكن يبقى فيه برجر كينج جنبهم واقعد فيه برضه، صح؟ او هارديز، او حتى كي اف سي، كنا جبنا باكيت مش كبير وقعدنا ننقنق كده، صح؟ طب ثانيه واحده بقى، هو ماكدونالدز اصلا بيبيع ايه؟ برجر. المنافس المباشر بتاعه اللي بيبيع نفس الحاجه اللي هو بيبيعها مين؟ برجر كينج. ايه اللي دخل بيتزا هات وايه اللي دخل كي اف سي؟ عشان الاربعه زي بروفايد مكان مناسب للشباب يقعدوا ياكلوا حاجه فيه او يسناك حاجه ويتكلموا بحريه من غير ما يحسوا انهم قاعدين في مكان خانقه. قدر يساتسفاي النيد بتاعتي ايا كان بيقدم ايه. فلما ماكدونالدز يعمل كامبين او يفكر يبص على المنافسين، لازم يبص على كي اف سي ولازم يبص على بيتزا هات ولازم طبعا يبص على برجر كينج، لان اتس نوت اباوت يور برودكت، اتس اباوت الفاليو اللي انت بتقدمها للفئات اللي انت بتستهدفها. من هنا حابب بقى ارجع لسؤال سالته في اول يوم لكذا حد منكم: مين شايف ان البيزنس بتاعه ملوش منافسين؟ مفيش. مفيش حاجه اسمها بيزنس ملوش منافسين unless انت بتساتسفاي نيد جديده ظهرت للعالم، وغالبا ده حاجه مش موجوده. في هرم موسلو بتاع الاحتياجات ده ممكن تبقوا تدرسوه، بس هو البشر عندهم احتياجات ثابته، ممكن تترجم اي حاجه الناس بتعمل عليها ديماند لحاجه من الاحتياجات دي. فلما تيجي تعمل الكومبيتيتورز ريسيرش، بص مين اللي بياخد منك الفئه المستهدفه بتاعتك يشتروا منه، ما تروحش تبص على مين الناس الناس اللي بتعمل حاجه نفس اللي انت بتعمله، لان احيانا اللي بيعمل نفس شغلك مش منافس اصلا. مثال على كده، العربيات الفيات مش بتنافس اللامبورجيني، اللامبورجيني صح؟ الفيراري بتنافسها، المرسيدس ما بتنافسش الهيونداي، ما كلها عربيات. بس في الاخر مش معنى ان الاثنين نفس الايتم ياخدوا نفس الديسكريبشن انهم منافسين لبعض.